بسم الله الرحمن الرحيم. كيفكم طلاب؟ شو أخباركم؟ اليوم درسنا قصيدة شرح وإعراب قصيدة اليوم الأغر لطلاب الصف التاسع على المنهاج السوري. أولا شرح المفردات. الطواغيت المعتدون: سابقة العمل المبتكر الذي يحتذى به. أرباعنا مفرد ربع وهو مكان سكن الأهل. العقبة جزاء الأمر. صراع الدهر صراع حوادث الدهر ومصائبه. الفكرة العامة للنص: التغني بانتصارات الوطن وبطولة أبنائه. العاطفة وطنية. الفكرة الرئيسية للمقطع الأول: آثار يوم الجلاء. الفكرة الرئيسية للمقطع الثاني: الدعوة إلى الاستمرار في تحقيق الأمجاد اقتداء بالأجداد. الفكرة الرئيسية للمقطع الثالث: عزمة يوم الجلاء وخلوده. البيت الأول: حلق بجوك واخفق أيها العلم، فالأفق طلق ووجه الدهر يبتسم. الشعور: فرح واعتزاز. الأفق طلق ووجه الدهر يبتسم. نوعه تركيب، أو نستطيع القول وجه الدهر يبتسم. نوعه صورة. الشرح: ارتفع نحو السماء ورفرف أيها العلم الوطني، فالآفاق مشرقة متهللة والأوقات سعيدة هانئة. الإعراب: حلق فعل أمر مبني على السكون الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. بجوك الباء حرف جر، جوك اسم مجرور علامة جر الكسر الظاهرة على آخره، والكاف ضمير متصل مبني على الفتحة في محل جر بالإضافة، والجار والمجرور متعلقان بالفعل حلق. واخفق الواو حرف عطف، اخفق فعل أمر مبني على السكون الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أيها منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب على النداء والهاء للتنبيه. العلم بدل من اسم الإشارة مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. فالأفق الفاء حرف استئناف. الأفق مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. طلق خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. جملة الأفق طلق استئنافي لا محل لها من الإعراب. ووجه الواو حرف عطف، وجه مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. وجه الدهر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. يبتسم فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. جملة يبتسم جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ. وجه الدهر يبتسم معطوفة أو استئنافي لا محل لها من الإعراب. فكرة البيت الأول: انتشار مظاهر الفرح بجلاء المستعمر أو ارتفاع العلم عاليا بيوم الجلاء. البيت الثاني: قل للطواغيت داهيها وأحمقها، لا عاش من راح بعد اليوم يظلم. الشعور: استهزاء وسخرية بالعدو. لا عاش من راح بعد اليوم يظلم. نوعه تركيب. داهيها وأحمقها هنا طباق إيجاب. الشرح: أخبر المعتدين من أذكياء ومغفلين أن الهلاك لكل من طغى وتجبر من الآن فصاعدا. الإعراب: قل فعل أمر مبني على السكون الظاهرة على آخر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. للطواغيت اللام حرف جر، طواغيت اسم مجرور علامة جر الكسر الظاهرة على آخره، والجار المجرور متعلقان بالفعل قل. داهيها بدل من الطواغيت مجرور وعلامة جر الكسرة المقدرة على الياء للثقل، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. وأحمقها الواو حرف عطف، أحمقها اسم معطوف على داهيها مجرور مثله وعلامة جره الكسرة، والها ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لا عاش لا نافية لا عمل لها. عاش فعل ماضي مبني على فتح الظاهرة على آخره. جملة لا عاش من راح بعد اليوم يظلم جملة ما قلت القول في محل نصب مفعول به. من اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع فاعل للفعل عاش. راح فعل ماضي ناقص مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، واسم راح ضمير مستتر تقديره هو. بعد جملة راح صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. بعد مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. اليوم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. يظلم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. جملة يظلم جملة فعلية في محل نصب خبر راحة. فكرة البيت الثاني: زوال ظلم الطواغيت أو تحدي الظلام المعتدين. البيت الثالث: مجد العروبة ما أغفت نواظره عن الحياة ولم يلمم به الهرم. الشعور: اعتزاز. مجد العروبة ما أغفت نواظره. نوعه تركيب. الشرح: شرف العروبة أصيل مستمر في تجدد على مر العصور ولن يهرم أبدا.
الإعراب مجدو مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، العروبة مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة، ما نافية لا عمل لها، أخفت فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة للتعذر على الألف المحذوفة الالتقاء الساكنة، والتاء التانيث ساكن لا محل من الإعراب. نواظره فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، والها في محل جر بالإضافة، مع أخفت نواظره في جملة فعلي في محل رفع خبر للمبتدأ مجدو. عن الحياة جار ومجرور، ولم الواو حرف عطف، لم حرف جازم. يلمم فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهرة على آخره، به جار ومجرور. والجار المجرور متعلقان بالفعل يلمم. الهرم فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، جملة لم يلمم به الهرم معطوفة في محل رفع. فكرة البيت الثالث تمجيد العروبة والثقة بأهميتها. البيت الرابع. البيت الرابع للضيم في كل نفس حلها ألم، واليوم زحزح عن أرباعنا الألم. الشعور اعتزاز وفرح، اليوم زحزح عن أرباعنا الألم، نوعه تركيب الشرح. يحدث الظلم والإذلال في النفوس جراحا عميقة مؤلمة، أما اليوم فقد زالت هذه الجراح عن بلادنا، فلا ظلم ولا ذل بعد اليوم. الإعراب للضيم لام حرف جر، الضيم اسم مجرور وعلامة جره كسر الظاهرة على آخره، والجار المجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف. في كل جار ومجرور نفس مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، حلها فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، والها ضمير متصل في محل نصب مفعول به. جملة حلها جملة فعلي في محل جر صفة لنفس. ألم مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. اليوم مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. زحزح فعل ماضي مبني المجهول مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. عن أرباعنا جار ومجرور، والنا ضمير متصل في محل جر بالإضافة. الألم نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. فكرة البيت الرابع زوال ألم الظلم. البيت الخامس فتى الشآم، وهل في الأرض سابقة إلا انجلت لك عن إدراكها الظلم. الشعور اعتزاز وفخر وإعجاب، فتى الشآم، وهل في الأرض سابقة، أو نستطيع القول إن جلت لك عن إدراكها الظلم، نوعه تركيب الشرح. يا ابن الشام ليس من عمل مبتكر ولا فكرة فزة في الدنيا لم تكن رائدها والسباق إلى كشف حقائقها. الإعراب فتى منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. أداة النداء هنا محذوفة أصلها يا فتى. الشامي مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر الظاهرة على آخره. هل حرف استفهام لا محل له من الإعراب. في الأرض جار ومجرور، والجار المجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف. سابقة مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة إلا أداة حصر. انجلت فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة للتعذر على الألف المحذوفة التقاء ساكنة، والتاء التانيث ساكنة محل من الإعراب. جملة انجلت جملة فعلية في محل رفع صفة لسابقة. لك لام حرف جر، الكاف ضمير متصل محل جر بحرف جر، وجار المجرور متعلقان بالفعل انجلت. عن إدراكها، عن حرف جر، إدراكها اسم مجرور وعلامة جر الكسر الظاهرة على آخر، والها ضمير متصل في محل جر بالإضافة. الظلم فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. فكرة البيت فطنة أبناء الشام وقوة إدراكهم. الآن البيت السادس. البيت السادس لا تسأمن صراع الدهر في جلل، لا خير في عزمة ينتابها السأم. الشعور بالأمل والتفاؤل. لا تسأمن صراع الدهر في جلل، نوعه تركيب الشرح. إياك والاستسلام في معركتك ضد شدائد الحياة العظيمة، واعلم أن لا نفع يرتجى من عزيمة يتغلب عليها الفتور والملل. الإعراب لا ناهية جازمة. تسأمن نفع المضارع مبني على الفتحة اتصال بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم بلا ناهية جازمة، والنون حرف توكيد لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. صراع مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. دهر مضاف إليه مجرور علامة جر كسر الظاهرة على آخره. في جلل جار ومجرور. لا نافية للجنس تعمل عمل إن. خير اسم لا نافية للجنس مبني على الفتحة في محل النصب. في عزمة جار ومجرور. ينتابها فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والها ضمير متصل في محل نصب مفعول به مقدم.
السأم فاعل مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. جملة ينتابها السأم جملة فعلي في محل جر صفة لعزمة. لا خير في عزمة جملة استئنافي لا محل لها من الإعراب. فكرة البيت السادس الحث على العزيمة وعدم الاستسلام. البيت السابع اسكر قديمك استبني الجديد تفز، فالحق ما زال معمورا به القدم. الشعور هنا فخر واعتزاز. اذكر قديمك استبني الجديد تفز، أو نستطيع القول الحق ما زال معمورا به القدم نوعه تركيب. إذن شعور فخر واعتزاز، الحق ما زال معمورا به القدم نوعه تركيب. الشرح واستلهم من ماضيك ما يعينك على بناء حاضرك وغدك بنجاح. في الحقيقة الساطعة والماضي القديم أمران مرتبطان. الإعراب اذكر فعل أمر مبني على السكون الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. قديمك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. إذ اسم مبني على السكون في محل نصب على الظرفي الزماني. تبني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء الاستيقال، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. الجديدة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. جملة تبني الجديد جملة فعلي في محل جر بالإضافة. تفز فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب وعلامة جزمه السكون الظاهرة على آخره. جملة تفز جملة فعلية جواب الطلب لا محل لها من الإعراب. فالحق الفاء حرف استئناف. الحق مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة. ما زال فعل ماضي ناقص مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. معمورا خبر ما زال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. جملة ما زال معمورا جملة فعلي في محل رفع خبر للمبتدأ الحق به. باء حرف جر لها ضمير متصل محل جر بحرف الجر، والجار المجرور متعلقان باسم المفعول. معمورا القدم اسم ما زال مرفوع علامة رفع الضمة. فكرة البيت بيان أهمية القديم في بناء الجديد. البيت الثامن يوم الجلاء وما في الأرض ذو عظم يبغي كفاءك إلا خانه، يبغي كفاءك إلا خانه العظم. شعور اعتزاز وفخر. يوم الجلاء وما في الأرض ذو عظم، أو نستطيع القول هنا عظم نوعه لفظ، أو يوم الجلاء نوعه تركيب. الشرح لا أحد في هذه الأرض يستطيع أن يوفيك حقك يا يوم الجلاء المشرف، وكل من رام جزائك عجز وأخفق. الإعراب يوم منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أداة النداء هنا محذوفة. أصل الكلام يا يوم الجلاء مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. ما نافية لا عمل لها. في الأرض في حرف جر، الأرض اسم مجرور علامة جره الكسرة، وجار المجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف. ذو مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة. عزم مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسر الظاهرة على آخره. يبغي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على الياء الاثقال، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. كفاءك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافي. جملة يبغي كفاءك جملة فعلي في محل رفع الصفة لزو إلا أداة حصر. خانه فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخر، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. العظام فاعل مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فكرة البيت العجز عن مكافأة يوم الجلاء. البيت التاسع فقد جلوت لنا والشمس شاهدة ما يعجز الوهم أو يأتي به الحلم. الشعور اعتزاز. جلوت لنا والشمس شاهدة نوعه تركيب. الشرح إذا كشفت لنا حقائق يقصر عن إدراكها الخيال، والحلم والشمس تشهد على ذلك. الإعراب قد حرف تحقيق. جلوت فعل ماضي مبني على السكون اتصال التاء الفاعل متحرك، والطاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. لنا اللام حرف جر، والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، والجار المجرور متعلقان بالفعل جلوت. والشمس الواو حالي. الشمس مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. شاهدة خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. جملة والشمس شاهدة حالية محلها النصب، مع اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل جلوت. يعجز فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. الوهم والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. الوهم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. جملة يعجز الوهم جملة فعلية صلة الموصلة محلها من الإعراب.
أو حرف عطف. يأتي فعل مضارع مرفوع علامة رفع ضم المقدرة على الثقل به. الباء حرف جر. هاء ضمير متصل مبني على الكسرة في محل جر بحرف الجر. الحلم فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. جملة يأتي به الحلم جملة فعلية معطوفة على جملة يعجز الوهم لا محل لها من الإعراب. فكرة البيت كشف يوم الجلاء للحقائق. البيت العاشر: وأنت أعظم في البقية وأخلد في العقبة وأجمل في الذكرى ولا جرم. شعور اعتزاز. لدينا أعظم، أخلد، أجمل. نوعه لفظ. الشرح: إنك يا يوم الجلاء تظل عظيما ومخلدا عبر التاريخ وذكراك أجمل الذكريات ولا شك في ذلك. الإعراب: أنت ضمير رفع منفصل مبني على الفتحة في محل رفع مبتدأ. أعظم خبر مرفوع علامة رفع ضم الظاهرة على آخره. في البقية في حرف جر. البقية اسم مجرور وعلامة جر الكسر المقدرة على ألف التعذر. وأخلد الواو حرف عطف. أخلد اسم معطوف مرفوع علامة رفع ضم الظاهرة على آخره. في العقبة في حرف جر. العقبة اسم مجرور علامة جر الكسر المقدرة على ألف التعذر. وأجمل واو حرف عطف. أجمل اسم معطوف مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. في الذكرى في حرف جر. في الذكرى في حرف جر. الذكرى اسم مجرور وعلامة جر الكسر المقدرة على الألف للتعذر. ولا الواو حرف عطف لا نافية للجنس تعمل عمل. إن جرم اسم لا منصوب وحرك بالضم للضرورة. الشعرية: فكرة البيت التغني بصفات يوم الجلاء. طبعا لدينا هنا أعظم، أخلد، أجمل هي أسماء تفضيل على وزن أفعل.